السلام عليكم، نتمنى الفيديو ديالي يلقاكم بصحه جيده وفي احسن الاحوال. الفيديو ديال اليوم هما لي كريب حلوين اللي كيجيو رائعين، طريقه التحضير سهله وكذلك المكونات. تبعوا معايا الفيديو حتى الاخر باش تشوفوا طريقه التحضير والمقادير. كيف كتشوفوا هنا عندي 250 غرام ديال الدقيق، جوج بيضات، كيس ديال سكر فاني، معلقه كبيره ديال الزبده، هنا عندي جوج معالق ديال السكر، وعندي نص لتر الحليب، 500 مليلتر ديال الحليب. هنا كيف كتشوفوا معايا كناخذ دوك جوج بيضات، كنزيد عليهم الزبده، كنزيد عليهم كيس ديال السكر فاني 7 غرام، غادي نزيد عليهم هنا جوج تقريبا ديال السكر معالق، غادي نطرب شويه وغادي نبدا نزيد في الحليب. هنا غادي نطرب مزيان حتى غادي يتجانسوا لي العناصر، ومن بعد غادي نبدا نضيف الدقيق بشويه بشويه حتى غادي نحصل على داك القوام اللي بغيتو. هنا كيف كتشوفوا معايا الطريقه راه سهله وكلشي كيعرف يصوب لي كريب، ها كل واحد والطريقه ديالو. كنخلط مزيان حتى كيتجانسوا ليا ديك العناصر، ومن بعد كنديرو في الطراب الكهربائي. هنا كما كتشوفوا معايا استعملت الميكسر باش كيطرب مزيان وكيتجانس الخليط مزيان. هنا غادي نخليه تقريبا غير 5 دقائق وغادي نبدا نطيب فيه. كيف كتشوفوا معايا هذا هو القوام اللي حصلت عليه. غادي نسخن ديك المقله ديالي اللي ما كتلصقش، والعافيه ما تكونش مجهده، وغادي نخليه كيف كتشوفوا معايا غيبدا يشد راسو واحد شويه وغادي نقلب. هنا غادي نضيف الثانيه، غادي نوزع داك الخليط على المقله ديالي حتى غادي تشد ليا ديك لا فورم ديال ديك المقله صافي، وغنخليه على عافيه متوسطه حتى غادي تجمع ليا العجين ديالي وشد راسو، وغادي نقلبها. غادي نستمر على هاد الطريقه حتى غادي نكمل دوك لي كريب ديالي. وهادو هما لي كريب ديالي كيف ما كتشوفوا من بعد ما كملتهم ناجحين كيجيو رطبين كيف ما كتشوفوا معايا. اللي طيبتها كنحطها في واحد المنديل وكنغطي عليها حتى كنساليهم كاملين. هنا كيف ما كتشوفوا بالنسبه للتقديم كيبقى لكم الاختيار. هنا انا دهنتهم بالشكلاط، درتهم على هاد الطريقه كنتني من الجوانب بجوج، ومن بعد كنجمعهم كيف ما كتشوفوا معايا هكا. يبقى في طريقه التقديم لكم الاختيار. هنا تاني كناخذ ثانيه نفس الطريقه، نتمنى الفيديو ديالي ينال الاعجاب ديالكم وتشاركوا الوصفه مع الاصدقاء ديالكم. وهادو هما لي كريب ديالي من بعد ما حطيتهم في طبق التقديم. ما تنسونيش من اللايكات ومن التعليقات ديالكم. خليتكم على خير والى فيديو قادم ان شاء الله.